خطف اليوتيوبر اللبناني في هيدي وطلب 600 ألف دولار لإطلاق سراحه. والكو شو بتحكوا؟ اليوتيوبر المشهور اسمه اديسون بير، لبناني الأصل، أمريكي مشهور كثير على السوشيال ميديا. ادعاءات تقول بأنه تم خطفه في هيتي بعد ما راح هناك على أساس أنه يعمل مقابلة مع رئيس العصابة. تم احتجازه من طرف عصابة اسمها ال 400 ماويز. آخر فيديو انتشر له قبل ما يتم خطفه. We'll get there while it's dark, and that place is completely run by gangs, so you don't want to be dealing with the gangs, even though we have safe passage, we're already approved. راح على أساس أنه يقابل رئيس العصابة باربيكيو، ولكن تم خطفه وطلب فدية 600 ألف دولار، وحاليا دفع فقط 40 ألف دولار وما زال هناك محتجز. آخر بوست نزله على إكس كان بيحكي فيه إنه هو رايح على رحلة خطيرة جدا وممكن إني ما أكمل أو ممكن ما أعيش، إنه منيح اللي